صباح الخير، معكم دكتور عماد وقناة صيدلينو. النهاردة هتكلم على موضوع فيه خلط غريب جدا. أولا الناس العادية مش فاهماه. في بعض الناس اللي شغالين في المجال الطبي بتشرحه بطريقة غلط، فالناس مش قادرة تستوعبه، وفي ناس عندها معلومات مغلوطة. هي ايه المشاكل الجنسية اللي ممكن تصيب الرجل؟ عندي 3 مشاكل مفيش غيرهم. أول مشكلة هي الرغبة الجنسية، ودي عند ناس كتير بتبقى لا اما منعدمه لا اما بتبتدي تقل عن المعدل الطبيعي بتاعها. تاني مشكله ممكن تصيب الرجاله قوه انتصاب العضو الذكري. تالت مشكله ممكن تصيب الرجاله هي سرعه القذف، ودي الاكثر انتشارا. ممكن يجي اكتر من مشكله مع بعض في نفس الوقت. ممكن راجل يبقى عنده الرغبه الجنسيه قليله وفي نفس الوقت عنده ضعف في الانتصاب وعنده سرعه قذف. ممكن تيجي مشكلتين، ممكن يبقى مشكلة واحدة. فأنا لازم أفهم الشخص اللي قدامي إيه مشكلته عشان أقدر أديله علاج صح. أول مشكلة هنتكلم عنها هي نقص الرغبة الجنسية. ونقص الرغبة الجنسية دي أكتر عاملين بيأثروا فيها، أو 2 فاكتورز بيأثروا على نقص الرغبة الجنسية. نمرة 1 الحالة النفسية. واحد مضغوط، عنده مشاكل مع زوجته، عنده مشاكل في العمل، طول الوقت مضغوط، ستريس، تبتدي الرغبة الجنسية تقل. تاني حاجة عامل السن. يبتدي خاصة في الطبيعي بعد سن 50 تبتدي الرغبة الجنسية تقل. طبعا في رجالة كتير دلوقتي من سن 30 وعندهم الرغبة الجنسية قليلة، ده بسبب الحالة النفسية والمزاجية. الحالة النفسية بتأثر بالسلب على الهرمون اسمه هرمون التستوستيرون، وده مسؤول عن الرغبة الجنسية، مسؤول كمان عن الخصوبة أو الفيرتيليتي. طب الحل إيه؟ في حالة نقص الرغبة الجنسية بسبب نقص هرمون التستوستيرون بنبتدي نحقن تستوستيرون خارجي. طيب لو الموضوع نفسي بنحاول نظبط الحالة النفسية على قد ما نقدر، لأن ساعتها دي بتكون المشكلة الرئيسية. الحالة التانية برضو من الحاجات الشائعة وهي ضعف الانتصاب. وضعف الانتصاب ممكن يكون نفسي وممكن يكون عضوي أو جسدي. يعني ايه ضعف انتصاب نفسي؟ زي ما ذكرنا برضو قبل كده، الحالة النفسية زي ما هي بتأثر على الرغبة الجنسية هي بتأثر على قوة الانتصاب. فأحيانا الحالة النفسية بتأثر على الاتنين في نفس الوقت. يعني ايه قوة الانتصاب؟ يعني صلابة العضو الذكري أثناء العلاقة الجنسية. أحيانا في رجالة عندهم الانتصاب ضعيف جدا، في رجالة ما بيحصل لهمش انتصاب أصلا. وزي ما قلنا في أسباب نفسية دي بتأثر جدا على الموضوع دوت طبعا مع السن. وفي أسباب بقى جسدية زي مريض سكر، مريض عنده مشاكل في القلب، الناس اللي مصابة بالسمنة المفرطة. احيانا في ناس عندها الشرايين اللي بتوصل الدم للعضو الذكري فيها مشاكل او تصلب، مشاكل في الاعصاب. كل المشاكل ديت بتأثر على قوة الانتصاب. وفي الحالة ديت من احسن الحلول وانسب الحلول مادة السلدنافيل والتدلافيل. السلدنافيل اللي هي الفياجرا، والتدلافيل اللي هي السيالس، وهبقى اعمل فيديو مفصل عن طريقة الاستخدام وازاي اتلافى الاثار الجانبية. الموضوع بقى التالت وهو سرعة القذف، ودي منتشرة عند الشباب بسبب بقى الأفلام الإباحية اللي بيتفرجوا عليها، والأسباب كتير تانية بيبتدي يبقى فيه موجود سرعة قذف. لسرعة القذف في تمرينات بتتعمل اسمها تمرينات كيجل، وممكن برضو نحلها بأقراص تتاخد عند اللزوم زي الدابوكسيتين، لكن أنا بفضل العلاج اللي هو بيتاخد فترة زي علاجات مضادات الاكتئاب. احنا بنستخدمها كعلاج لسرعة القذف زي حاجة اسمها باروكسيتين، ده بناخدها يوميا وبناخد كورس علاج من 3 ل 6 شهور، بتبقى علاج فعال جدا لسرعة القذف.